تفتكروا رمضان في مجال للرياضة غير العبادة؟ أصلاً العبادة نوع من الرياضة، طريقة ممارستها وتعبد نفسه هو رياضة ذهنية ورياضة جسدية. يا ترى ممكن نعمل تمارين تانية؟ ممكن. إيه هو أحسن وقت للتمارين؟ هيتوقف على جدولنا، بس لو هنقول في تمارين هوائية أحسن حاجة من الخبرة كده إن تتعمل قبل الفطار، على طول قبل الفطار، عشان لو كان هنعرق شوية أو بنبذل مجهود مش هيبقى في وقت كتير إنه نعوض المجهود ده بالغذاء لأنه الفطار جاي. طبعا كمان أفضل، بس برضو من الخبرة وأنا بتابع كده بشوف صعب يتنفذ اللي هو الرياضة بعد الفطار بساعتين، لأنه احنا عارفين في رمضان بعد الفطار بيبقى في تجمعات، بيبقى في فرجة على مسلسلات، بيبقى في العيلة مع بعض. احتمال مش كل حد يقدر يعمل الرياضة ساعتين بعد الفطار، بس دي أريح حاجة. اتفقنا انه كمان طبعا ممكن رياضة خفيفة جدا الصبح لو احنا بنحب نبتدي يومنا برياضة، بس هتبقى رياضة ايه؟ تنفس، تليين مفاصل الكبيرة، بس لو كنا بنمشي لشغلنا هنمشي مش بسرعة قوي. ده للشخص اللي حابب يبتدي كل يومه بالرياضة، ومش هينضر ما دام ما بيعملش مجهود قاسي، ومش هيعطش ما دام ما بيعرقش كتير. احنا عارفين انه المية مهمة جدا لنا، نحاول ما نخلص من مية طوال اليوم، نحوش ده. لو هنقرر نتمرن قبل الفطار تمرين هوائي فهيبقى في سرعة، يبقى ده فعلا قبل الفطار على طول، وأول ما المدفع يضرب بعد ما ناخد زي ما قلنا بلح ومية في مية. ونتأكد بقى إنه من أول الفطار لغاية السحور هنشرب على الأقل 8 كوبايات مية بتوعنا. معلش بالذات في وقت رمضان ما يبقاش السائل اللي بنشربه خليط من المية والشاي، هنبعد شوية من كترة الشاي والقهوة لأنه دول بيمتصوا المية من الجسم، وهنبعد عن الملح لأنه بيحوش مية في الجسم. يبقى الرياضة مفيدة برضو في رمضان، ومهمة هنظبطها على مستوى المجهود اللي احنا نقدر نعمله في أي وقت، وإنه هنعوض بالشرب وبالغذاء السليم.